في مدينة أكادير واحد الصباح مع 12 واحد السيد كبير في العمر دخل الكوميسارية كيجري سخفان وكيغوت وكيقول للبوليس بالجهد راه واقعة شي حاجة خايبة عندي في الدار، واقعة شي حاجة. البوليس قالوا ليه غير برد الشريف وقلنا اش كاين. قال لهم كندق في الدار على مرت ولدي ولكن ما باش تحل. البوليس قالوا ليه عادي يكون راه خرجت للسوق ولا مشات شي بلاصه، ولكن داك السيد قال لهم لا مرت ولدي ما كتخرج، قليل باش كتخرج مع ولدي مره. قال لهم انا راه خليتها غير دابا في الدار، خرجت نجيب غير الدري من الروض، رجعت للدار كندق حتى واحد ما كيحل. البوليس دخلهم واحد شويه تاع الشك ويقولوا له يلاه ورينا الدار نشوفوها. مشاو للدار وبقاو البوليس كيدقوا ولكن حتى شي واحد ما حل، وبقاو مده هما واقفين تماك. والبوليس بغاو يفرقعوا الباب ويدخلوا لداخل تاع الدار ولكن ما عندهمش ورقه من الوكيل الملك باش يفرقعوا الباب، وهما كيتسناو الورقه من الوكيل الملك تجيهم. بداو كيدوروا على الجيران اللي تماك وكيسولوهم على ديك السيده، وكلشي قال لهم ديك السيده راه قليل فاش كتخرج كتبقى غير في الدار. البوليس زاد دخلهم الشك بزاف وبقاو اكثر من ساعتين هما كيتسناو حدا الباب حتى جاتهم الورقه من الوكيل الملك وهما يفرقعوا الباب ودخلوا. ومع دخلوا للدار تصدموا، لقاو ديك السيده مشلضه وسط قاع الدار ميته وبنتها الصغيره حتى هي مشلضه. داك الراجل الكبير طاح في الارض وبدا كيغوت وكيبكي، والبوليس شدوا الرعب من داك الشيء اللي شافوا، حيت عرفوا هذا اللي دار هذا الشيء ما في قلبوش الرحمه. البنت الصغيره ما كانش فايته عامين وكانت كلها متقبه بالموس. البوليس جابوا الماء لذاك الراجل الكبير وقالوا له في واحد الكرسي وقالوا ليه عاود لنا فين هو ولدك فينا هو. داك النهار فاش وقع هادشي كان بنهار الخميس. داك الراجل الكبير قال لهم كل نهار الخميس ولدي كيفيق مع 6 الصباح وكيشد الطريق من اكادير حتى لطنجه، وكيمشي لطنجه باش يجيب السلعه المهربه من السبته ومن ليليا، وديك السلعه كيجيبها لاكادير وكيفرقها على الحوانت. والبوليس ديك الساعه دوروا لولده وقالوا ليه شوف خاصك دابا ترجع لاكادير، بينك دابا ترجع. هاد السيد يدوروا ليه البوليس كان سميتو ابراهيم، وديك الوقيته فاش دوروا ليه البوليس تقريبا كانت 3 تاع العشيه، وديك الساعه ابراهيم تقدى السلعه وراجع لاكادير في حاله. وابراهيم هو جاي في الطريق عرف باللي وقعت شي حاجه خايبه وبقى موسوس، وفاش وصل لاكادير جيريك مشى للكوميساريه اللي قالوا ليه البوليس. مع دخل الكوميساريه البوليس قالوا ليه شوف قبض في راسك راه بنتك ومرتك ماتوا. ابراهيم بدا كيغوت بواحد الطريقه هستيريه وكيبكي، وخلاو البوليس تقريبا ساعات هو كيغوت وكيبكي، وجابوه ريحوه في واحد الكرسي وقال له شوف راه انت هو المتهم الاول في هذا الشيء. ابراهيم ما فهم والو، داخ صحابو واش كيحلم، صحابو واش جالس في شي حلم. ابراهيم هو تيبكي تيقول لهم انا راه ما درت والو، واش كاين شي واحد يقتل مرتو وبنتو اللي ما فايتاش عامين. البوليس بداو مع ابراهيم التحقيقات وقالوا له شوف تعاود لنا بالضبط اليوم فين مشيتي واش درتي. ابراهيم قال لهم باللي انا كل خميس كنفيق مع الصباح وكنمشي لطنجه نجيب السلعه. قال لهم باللي اليوم فقت مع 6 الصباح وخرجت تيريك شتي الطريق لطنجه، وتقريبا وصلت ديك 10 الصباح وانا نريح في واحد القهوه فطرت. وقال لهم بالضبط مع 2:30 تقريبا كنت في طنجه. البوليس ديك الساعه بداو البحث، واول حاجه بداو بها هي الكاميرات اللي كاينين في الخرجه تاع اكادير. رجعوا شافوا الفيديوهات اللي مسجلين بالكاميرا وفعلا بان لهم ابراهيم باللي خارج من اكادير مع 6 وشي حاجه. الكاميرات شدوا الطوموبيله تاع ابراهيم وحتى الماتريكيل، وفعلا ابراهيم ما كذبش عليهم. من بعد البوليس مشاو للقهوه اللي قال لهم ريحت فيها مع 10، وديك القهوه حتى هي كانوا فيها الكاميرات، ورجعوا الفيديوهات اللي مسجلين بالكاميرات ولقاو ابراهيم مريح كيفطر، يعني ابراهيم ما كذبش عليهم في داكشي اللي قال لهم. حيدوا ابراهيم للدائره تاع المتهمين وبداو كيحقوا مع باه. جابوه للكوميساريه ويقولوا لباه يلا قول لينا داك النهار في الصباح اش درتي. قال لهم انا داك الصباح فقت وديت الحفيد تاعي الراود مع 8:30، وفاش وصلتو ديك الساعه مشيت للقهوه ريحت مع صحابي وبقيت حتى ل 12. من بعد رجعت الراود جبت الدري وديك الساعه تميت غادي للدار. فاش وصلت للدار بقيت تندق ولكن حتى واحد ما بيحل عليا، وانا ديك الساعه مشيت للكوميساريه نتيكلاري. البوليس مشاو الراود كيسولوا واش داك السيد نيت جا داك النهار مع 8:30. فسولوا المعلمه اللي تماك قالت لهم راه شتو جاب الدري مع 8:30 ورجع ليه مع 12. ومن بعد عاوتاني مشاو للقهوه اللي كان مريح فيها وسولوا الكارسون تماك، والكارسون قال لهم راه داك السيد كان مع صحابو داك النهار، وسولوا حتى صحابو ونفس الهضره قال لهم راه كان معانا. وحتى بوت ابراهيم خرجوه من المتهمين. البوليس هنا تلفوا وما عرفوش شكون اللي دار هذا الشيء، وما عندهم حتى متهم واحد وما شاكين في حتى حد. البوليس رجعوا للدار فين وقع هذا الشيء وبداو كيسولوا الجيران، كيسولوا واحد بواحد، والسؤال اللي كيسولوه هما ما شافوش داك النهار شي حاجه غريبه وقعت هنا، شي واحد بان هنا ولا شي حاجه وقعت غريبه. سولوا دار واحد بواحد ولكن حتى شي واحد ما عطاهم شي حاجه. حتى لواحد البوليس مشى عند واحد مول الحانوت تماك ويسولو، قال ليه واش داك النهار ما بانش شي حاجه غريبه هنايا، باش كيتيش شي حاجه وقعت غريبه. مول الحانوت قال ليه باش فكرت داك النهار جات عندي واحد السيده مع 8 بالضبط وسولتني على الدار تاع ابراهيم،
قالت لي فين هي الدار تاع ابراهيم، وانا قلت لها راه الدار راه هي. وقبل ما نقول لها الدار فين هي قلت لها ياكشي باس ما كاين، علاش تسول على الدار تاع ابراهيم؟ قال لهم باللي قالت لي راه كيتسني شي فلوس وجبتهم ليه باش نعطيهم ليه. والحاجه الغريبه اللي قال لهم هذا مول الحانوت فاش وقعت الجريمه وتجمعوا الناس، هاد السيده حتى هي كانت معاهم، كانت واقفه وكتطل وكتشوف اش واقع. وقال لهم بلي ديك السيده راه ما ساكنش هنايا وعمرني ما شفتها في حياتي، واول مره كنشوفها هي داك النهار. البوليس دخلهم الشك وقالوا بلي هاد السيده راه عندها شي علاقه بهذا الشيء اللي وقع. البوليس ديك الساعه جابهم للحانوت الكوميساريه وقالوا له يلا عطينا المواصفات تاع هاد السيده كي دايره، عطينا المواصفات بالضبط. قال لهم بلي هاد السيده طويله ما قصيراش وبيضة وعندها واحد الخاله في وجهها ولابسه حوايج عصري وتكون عندها ديك 40 عام. البوليس ديك الساعه عيطوا على ابراهيم بحكم هاد السيده قالت لمول الحانوت باللي انا كنعرف ابراهيم وكيتساني الفلوس. وفاش جابوا ابراهيم وعطاوه هاد المواصفات تاع هاد البنت، ابراهيم طاح للارض وبدا كيغوت وتجي يقول راه هي اللي دارت هاد الشيء، هي اللي دارت هاد الشيء، انا مأكد باللي هي اللي صفاتها لمرتي ولبنتي. ما فهمتوا والو ياك؟ بقاو معايا حتى الاخر باش تفهموا القصه مزيان. عطينا واحد اللايك ونتمنى اي واحد دابا كيشوف عطا لايك يهبط لتحت ويكتب لها الاجرام، واللي كتب لها الاجرام الاصدقاء تحياتي ليه والله ينورو، وتحيه كاع الناس اللي كيتفاعلوا مع الفيديوهات وحتى الناس اللي ما كيتفاعلوش. واصدقاء بنطلبكم باش اللي باقي ما شارك يشترك دابا، حيت اكثر من 50% تاع الناس ما مشتركينش. كنتمنى اي واحد دابا كيشوف يشترك ويفعل الجرس، ويلا نكملوا القصه. البوليس يقول لي برد السي ابراهيم عاود لينا شكون هي هاد السيده وشنو هي العلاقه تاعك معاها؟ قال لهم باللي انا كل خميس كنمشي لطنجه كنجيب السلعه، ووقت ما مشيت لطنجه نهار الخميس كنتلاقى مع هاد السيده. هاد السيده حتى هي ساكنه في اكادير، وحتى هي كتكون عند نفس داك السيده كنتقدم من عنده، ونفس المشروع اللي داير انا حتى هي دايراه. تلاقينا المره الاولى الثانيه الثالثه، من بعد ولينا كندويو، من بعد عطيتها النمره وبجينا كندويو في التليفون. حتى النهار فاش قلت لها مركي ما تعاود تمشي معايا في الطوموبيل، بلاص انت ما تجي طوموبيل وانا نجي طوموبيل كنخسروا الفلوس بزاف، اجي نتقاسموا انا وياك فلوس ليسانس وركبي معايا في الطوموبيل ونمشيو انا وياك. هاد السيده اللي كان كيدوي معاها ابراهيم كانت سميتها عيشه، وعيشه قالت ليه صافي واخا نمشي معاك في الطوموبيل تاعك. ولاو كل خميس كيمشيو لطنجه، ومن بعد العلاقه تاعهم تطورات ما بقاتش كما كانت، ولاو كيخرجوا كيريحوا في القهوه، حتى العلاقه بيناتهم كبرات. ابراهيم ما شاهاش نيشان، ما شاهاش كود، وقال لها بلي انا راه مجوج وعندي بنت ودري. لا، قال لها بلي انا ما مزوج وباقي عزري، وقال لها بلي انا كنفكر نتزوج. عيشه فاش سمعت هذا الشيء بدات كتقرب من ابراهيم نهار مورا نهار. عيشه كانت واحد البنت عندها 38 عام وكانت واقفه على الزواج، كانت واقفه عليه وكتقلب على الراجل اللي غيتزوج بها. وفاش لقات ابراهيم صافي شدات فيه وقالت بلي هو اللي غنتزوج به. ومع الوقت عيشه ولات ديما كتقول لابراهيم بلي انا كنبغيك وكنثيق فيك، وابراهيم ما حبش هنايا، لا زاد لقدام، حتى هو قال لها بلي انا كنبغيك وديما كنفكر فيك. ابراهيم كان طمع في عيشه، حيت عيشه كانت واحد البنت لاباس عليها وعندها الفلوس. حتى لواحد النهار ابراهيم قال لعيشه شوفي لا تبغيش تمشي معايا لطنجه كل خميس غدا معايا، لا عاودي عطيني الفلوس انا غنطلع لطنجه بوحدي ونجيب لك السلعه حتى لعندك، بلا ما كل خميس مسخسخه معايا حتى لطنجه غاديه جايه معايا. وعيشه قالت ليه صافي، ولات ديما كتعطيه الفلوس وهو كيمشي لطنجه كيجيب السلعه وكيجيبها ليها. وداز شهور وشهور حتى لواحد النهار ابراهيم جا عند عيشه وقال لها شوفي راه واقف على واحد 15 مليون عطيها ليا بنشري واحد السلعه كثيره من طنجه وخاصني الفلوس. عيشه ما عاوداتش مع الهضره، الغد ليه مشات تشري 15 مليون وجابتها ليه، مع ولات كتبغيه وكتقول صافي قريب غنتزوج، ولا عطيتو 15 مليون عادي بحال عطيتها لراجلي. وما بقاوش غير في الفلوس، ولا ديما كيجي عندها للدار، كيجي عندها للدار وكيجري معاها داك الشيء ودا لها الشرف تاعها. ولا بعض المرات كاع كيبات معاها كاع في الدار وكيقول لمرتو بلي انا غنمشي لطنجه نجيب السلعه، هو راه بايت مع عيشه. ولكن ابراهيم كان ديما كيتهرب كيقول لها هاد الشهر الجاي، هاد الشهر الجاي، بقاو غاديين بحال هكا. وفاش شاف راسو سقات فيه بزاف كل ساعه كتدور ليه، ديما كيتلاقاو لصقات فيه، قال صافي خاصني نفكوا عليا هاد الحريره، ولكن قبل ما نفكوا عليا هاد الشيء خاصني نضرب الضربه تاعي ونعلق. حتى لواحد النهار ابراهيم مشى عند عيشه للدار وقال لها صافي راه قررت نتزوج بك، الشهر الجاي غنتزوجوا. قال لها ولكن قبل ما نتزوجوا راه عندي واحد الشرط. قال لها بدك تشري واحد الكراج راه همزه، شاف واحد البلاصه مزيانه ونعاودو نبيعوا فيه السلعه، وهذا الكراج داير ب 70 مليون. وقال لها بلي دويت مع السيد مول الكراج وخاصنا انا وياك نمشيو نشوفوه. عيشه مع سمعت الزواج وباللي بيجي له مشروع عادي فرحات، قالت صافي اخيرا غنتزوج وغادي نعيش حياتي. وبدا كيعمر لها راسها تيقول لها شوفي راه هاد المحل راه مزيان، شاف واحد البلاصه زوينه، شاف واحد البلاصه ممتازه وفيه الرواج. صافي قال لها شوفي سيري تشري 70 مليون، سيري تشريها
باش تشريها غنمشيو انا وياك نشوفوا المحل. عيشه على نيتها مشات للبنكه تشرات 70 مليون دارتها في الصاك وجابتها في الدار وبقات كتسنى ابراهيم. دورات ليه وقالت ليه صافي بلي الفلوس راه خرجتهم، ولكن قالت ليه شوف غنشريو الكراج ولكن هاد الشهر غنتزوجوا. ابراهيم قال لها صافي جاتك نتزوجوا ما كاين حتى شي مشكل. قالت ليه ابراهيم غادي يجي عندها للدار وغادي يدور لها ويقول لها انا واقف حتى الدار خرجي عندي وجيبي معاك ديك 70 مليون. عيشه وابراهيم مشاو شافوا المحل فين جا، دخلوا ليه شافوه وابراهيم قال لها هو هذا المحل جو فيه راجع حدا الطريق وكاين الرواج هنايا. وعيشه عجبها المحل فين جا، بلاصه فين جا كان زوين وقالت اخيرا غنشري محل وغنتزوج، وكانت فرحانه بزاف. حتى واحد شويه تم خرج واحد السيد هز معاه واحد الورقه. ابراهيم قال لعيشه راه هذا هو مول المحل، ها هو راه جا. ابراهيم داو مع داك السيد وقال ليه شحال اخر ثمن هذا المحل ديالنا، شي ثمن زوين. داك السيد قال ليه 70 مليون اخر ثمن. عيشه قالت ليه صافي نقضيو الغرض. كانت هازه معاه الصاك فيه 70 مليون، جبدات واحد الخنشه كبيره فيها 70 مليون وعطاتها لابراهيم. ابراهيم خبط ديك الخنشه اللي فيها الفلوس وحطها في الطوموبيل وسد الطوموبيل ورجع كيدوي مع مول المحل وعيشه. قال لها ابراهيم اش بالك في المحل واش عجبك؟ قالت ليه عيشه عجبني. وقال لها صافي سيري للدار انا العشيه غنجي عندك واليوم غادي نقصروا بالليل. وقال لها قبل ما تمشي اجي سيني واحد الورقه، هاد الورقه باش يولي المحل تاعك في سميتك. عيشه ما فاهمه والو، سيرات في الورقه ومشات. وداك السيد اللي كان جاي مع الورقه داك السيد ما عنده حتى شي علاقه بالكراج، الكراج ماشي تاعو، غير داير واحد التمشيريه هو ابراهيم. ابراهيم قبض الحسيسه 70 مليون وهو يخبر. في العشيه عيشه بدات كدور ليه، دورت ليه المره الاولى الساعه الاولى كتكون راهي مشغول، الساعه الثانيه وصلت ل10 الليل ما جاوبهاش. داز نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث، السيمانه الاولى ما جاوبهاش وما جاش عندها، وعرفت باللي ابراهيم نصب عليها. بدات عيشه كترجع السنطه للور وكتقول باللي كان ديما كتفلى عليا، ولكن هي كانت تثق فيه وكتبغيه، داكشي علاش ما كانش كتقول باللي راه كيتفلى. وفاش جات حسبات لقات بلي ابراهيم دالها اكثر من 90 مليون، وزيد على هادشي دالها شرفه وتفلى عليها. المصيبه هي عيشه ما كتعرف والو على ابراهيم، ما كتعرف لا دار ولا المحل تاعو فين خدام، لا باه لا مو ولا كنيتو، كتعرف سميتو ابراهيم صافي. وهنا فاش عيشه حقدات وقررت تنتقم وتصفيها ليه. قبضت التليفون بدات كدوز تصور ليه هي وابراهيم، تصور اللي مصوره هي وياه، حتى تلقى واحد التصويره فيها الماتريكول تاع الطوموبيله تاعو. هاد التصويره كانت سيلفي مصوره هي وابراهيم والطوموبيله من اللور، والطوموبيله كانت باينه الماتريكول. كتبات الماتريكول في واحد الورقه وهي تدور واحد السيد كيجي من العائله خدام في مصلحه تاع السيارات، وعطاتو ديك الماتريكول وقالت ليه شوف جيب لي السميه والعنوان تاع هاد السيد مول هاد الطوموبيل. وداك السيد ما تعطلش عليها، ديك الساعه عطاها العنوان والسميه كانت فيها ابراهيم. وعيشه تاكدت باللي هاد العنوان هو فين ساكن ابراهيم. حتى لواحد نهار الخميس مع 8 الصباح خرجت من الدار ومشات للعنوان تاع ابراهيم. بقات شحال وهي مريحه قدام الدار كتسنى حتى غتيبان لها واحد السيد كبير مخرج معاه واحد الدري صغير. هاد السيد هو با تاع ابراهيم، ودخلها الشك كتقول بحال واش هي الدار تاع ابراهيم، اش كيدير داك السيد الكبير وداك الدري الصغير. وباش تاكد مشات عند واحد مول الحانوت وسولاتو، قالت له واش هاديك هي الدار تاع ابراهيم؟ والحانوت سولها وفي الاخر قال لها هذيك هي الدار تاع ابراهيم. مشات للباب تاع الدار وبدات كتدق واحد شويه وتخرج لها واحد السيده. وعيشه اول حاجه سولات ديك السيده قالت لها واش هاد الدار هي تاع ابراهيم؟ ديك السيده قالت لها هذه هي الدار تاعو. قالت لها شي بس ما كاين. عيشه سولتها قالت لها شكون نتيا؟ قالت لها انا مرت ابراهيم. فاش عرفت باللي ابراهيم مجوج وكذب عليها وتفلى عليها حقدات واحد الحقد خطير. عيشه قالت لمرت ابراهيم راه بندوي معاك في واحد الموضوع مهم، ممكن ندخلوا لداخل وندويو. مرت ابراهيم قالت لها مرحبا، دخلاتها وبقاو كيدويو في قاع الدار. عيشه وهي تبدا كدوي قالت لها شوفي راه ابراهيم راجلك تفلى عليا ودار ليا شرفي ودار ليا اكثر من 90 مليون. مرت ابراهيم ما فهمت والو، قالت لها كيفاش هادشي ما فهمتش انا اش واقع. قالت لها هو غيجيو نشوفوا هاد الحريره، نشوفوا هاد الشيء اش واقع هنايا. شويه هما كيدويو حتى عيشه غتبدا تسمع واحد الغوات تاع شي بنت صغيره كتغوت. عيشه سولتها قالت لها شكون هي هاد البنت اللي كتغوت؟ وتقول لها راه بنتي. هنا عيشه زاد حقدات، قالت بلي السيد مجوج وعنده بنت وكاتب عليا، وتقول في خاطرها مني انا رزاني في حياتي وشرفي وفلوسي تا انا غادي نرزيه في بنته ومرته. ذاك النهار عيشه كانت جايه باش تصفيها لابراهيم، كانت جايه باش تسناه، بقى متسنيه حدا الدار حتى يبان لها وتغفلو وتضربو بموس. ولكن منين شافتو مجوج وعنده بنت قالت صافي غنصفيها لمرتو ولبنتو. عيشه وهي كدوي مع مرت ابراهيم خفلاتها وهي تجبد واحد الجنويه من الصاك وهي تذبحها. ذبحاتها وما حبستش هنايا، سيحاتها وبدات كضربها حتى شلطاتها كلها وما وقفتش هنايا. مشات دخلت للبيت في كاينه البنت الصغيره اللي باقا صغيره ما عارفه والو، وبدات كضربها بالموس، كضربها حتى ثقباتها كلها. وهاد القصه اللي عاودت لكم كلها عاودها ابراهيم وعيشه في الكوميساريه. وهاد القصه اللي عاودت لكم كلها
عاودها ابراهيم وعيشه في الكوميساريه، وعيشه اعترفت بكل شيء باللي هي اللي صفاتها لمرت ابراهيم وبنته، واعترفت باللي حتى ابراهيم نصب عليها ودالها الفلوس ودالها شرفها، ولكن ما كاش عندها شي دليل باللي ابراهيم دالها شرفها ودالها فلوسها. وفي الاخر عيشه حكمت على المحكمه بالمؤبد، وابراهيم خرج بريء حيت عيشه ما كان عندها حتى شي دليل بانه دار لها داك الشيء. ولكن في المقابل ابراهيم شات ليه بنته ومرته. والخيانه ديما كيكون العواقب تاعها وخيمه. ما تنساوش الاصدقاء تكتبوا في الكومونتير الاجرام وتبارطاجيو القصه مع الاصدقاء تاعكم.